طالما انت شايف السعر بتاعي عالي يبقى انت مش التارجت اودينس بتاعي. يا جماعه ممكن يكون الشخص اللي بيشتري منك او الشخص اللي بيسالك شايف ان سعرك غالي عشان هو مش التارجت اودينس، بس انت لازم تفهم برضه ان التارجت اودينس بتاعك مش عبيط. يعني ايه مش عبيط؟ يعني ما ينفعش تكون انت مثلا بتبيع نفس البرودكت اللي بيبيعه الكومبيتيتورز وهم بيبيعوه باكس وانت بتبيعه ب 3 اكس وانت بتقدم نفس الكواليتي ونفس البرودكت. طب ايه الفكره؟ يعني بجد ايه الفكره؟ الناس اللي هتشتري منك انت ما تشتريش من الناس الباقيه. عشان كده بنسمي الجزء ده من الفانلنج كونسيدريشن، يعني الفتره اللي هو بيفاضل بينك وما بين الكومبيتيتورز في الكواليتي وفي السعر وفي الريفيوز وفي كل حاجه. حتى لو انت بتارجت اي كلاس، الاي كلاس مش عبيط، الناس مش عبيطه، الناس بتفاضل ما بينك وما بين الناس بقت اوير ان هي تعرف تقارن ما بين البراندز كويس قوي، وبقى في كومبيتيشن كبيره. فحاول على قد ما تقدر عشان تقدر تقول يا جماعه فعلا انا دول مش الاودينس بتوعي عشان هم شايفين ان السعر بتاعي غالي. لازم تبقى متاكد من البرايسنج، عارف الماركت ماشي ازاي، التسعير بتاعك حاطه صح، يبقى في مقارنه ما بينك وما بين الكومبيتيتورز. لو سعرك اعلى من الكومبيتيتورز لازم يبقى عندك بنفيت مش موجوده عند الكومبيتيتورز مخليك تزود السعر ده، والا اذا انت كده مش هتعرف تبيع ومش هتلاقي اصلا التارجت اودينس بتاعك. فافتكر ان التارجت اودينس بتاعك موجود بس مش عبيط. مستنيه التبس الجايه.